السيسي هو الفرعون الأخير المذكور في كتاب النبي أشعياء من 2600 سنة، وهو نفسه مش عارف هذا الخبر العظيم إنه مكتوب عنه بالنص: وأغلق على المصريين في يد مولى قاسي فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد الرب. أغلق على المصريين، السيسي غالق على المصريين، غالق عليهم، غالق عليهم، هو مسيطر عليهم فعليا. بيقولك: وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس. اتنبأ عن سد النهضة من قبل ما يكون ب 2600 سنة، فبيقولك: وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس بسبب تغيرات المناخ. تغيرات المناخ وسد النهضة. نهر النيل هيجف من أول الإسكندرية لحد الفيوم، هتعبروا فيه بأقدامكم، وهتبدأ الأحداث تتسلسل ورا بعض، لأنهم هيذبحوا القطط قدام البيوت علشان يطعموها، لأن كيلو اللحمة البقري هيبقى ب1000 جنيه حسب المكتوب. وتنتن الأنهار وتضعف وتجف مزارع على النيل وتيبس وتتبدد ولا تكون. الكلام مفسر نفسه، الكلام مفسر نفسه. والرياض على النيل على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون. والصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا في النيل ينحون. كل الناس العاملين اللي بيروحوا على رزقهم بينوحوا دلوقتي، بينوحوا حرفيا، بينوحوا. بيقول لك ايه: والذين يبسطون شبك على وجه المياه يحزنون، ويغزى الذين يعملون الكتان الممشط، يعني الصناعة بتتضرب. والذين يحكون الأنسجة البيضاء وتكون عمدتها مسحوقة، وكل العاملين بالأجرة مكتئبين النفس. في مصر كل العاملين بالأجرة مكتئبين النفس. لو انت في مصر هتحس بالحكاية دي. بص بقى الكبيرة، الكلام ده مكتوب في الصفحة 19 من 2600 سنة على فم النبي أشعياء عن آخر 7 سنين في الأرض. بيقولك: إن رؤساء صوعا أغبياء، حكماء مشيري فرعون مشورتهم بهيمية. بيتكلم عن الحكومة انها بتفشل. الحكومة او رؤساء الوزراء والوزراء انهم بيفشلوا، فبيقول لك مشورتهم بهيمية. كيف تقولون لفرعون: انا ابن حكماء ابن ملوك قدماء، فاين هم حكمائك؟ فليخبروك ليعرفوا ماذا قضى به رب الجنود على مصر. في الوقت ده هتنزل احداث يوم القيامة. الناس هتقف على المطارات علشان خاطر كل واحد يرجع لارض ميلاده. هيرموا ذهبهم وفلوسهم في الشوارع، هيفحتوا الملاجئ في وسط الجبال علشان خاطر يختفوا عن عيون الرب. الهرم الاكبر هيسقط، مش هيبقى فيه حجر على حجر، مش هيبقى فيه حجر على حجر، لان كل الكلام ده هو مجرد علامة من بداية الاوجاع وعلامة من ارض مصر. مجرد ما يحصل الكلام ده اللي هو بيحصل دلوقتي، هتنزل احداث يوم القيامة. الوقت قريب. النبوة دي بتتحقق في ايامنا احنا اللي احنا عايشين فيها. يا بخت المؤمنين بالله يفرحوا لما الدم يغرق الاسفلت، هتكون تجارتهم امينة. ولما الجفاف يوقع كل اشجار الغابة، هتكون شجرتك انت عافية، وهتكون شجرتك مثمرة. فانت ان كنت مؤمن بالله ما تخافش من الاحداث، وما تقولش ان البلد احوالها اتصلحت هتصلح او احوالها باظت هبوظ. الفكر ده ما يكونش فيك، لان الله هيباركك في وسط المجاعة، هيكرمك في وسط ما الناس عايزة. هو ده عهده معاك ان امنت بيه. مطلوب منك حاجة واحدة: انك تعترف بدم يسوع المسيح على الصليب فيكون ليك حياة ابدية. اما ان انكرت صليب يسوع المسيح لن يكون لك حياة ابدية. احنا في الايام الاخيرة، الايام الاخيرة. استعدوا للقاء الهكم.